السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اتمنى من الله ان الجميع يكونوا بخير وفي هنا وبسعادة يا رب، اللهم امين. ازيكم يا حبايبي؟ وطبعا اللي اول مرة يشوفني يا ريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس يا حبايبي، ويختار كلمة الكل عشان يوصل له كل جديد بنزله يا حبايبي، فضلا منكم وليس امر. وطبعا اهم حاجة ما تنسوش اللايك يا حبايبي. تمام. وهتعمل ايه يا ام اسلام؟ هنعمل بقى اكلة جميلة كده، طبعا احنا عملناها معاكم كم مرة. من بواقي عندنا كده في التلاجة، بس طبعا سامحوني على التصوير لان انا والله بصراحة يعني انا اول مرة اصور لوحدي. فيعني بنت الله يبارك لها هي اللي بتصورني كده. هي اللي بتصورني يعني، فانا اول مرة بصراحة جرأت كده وقلت اصور لوحدي طبعا لان هي في المدرسة. فكنت محتارة على الغدا النهاردة، قلت يعني كان عندي لحمة متعصجة بواقي عندي من السمبوسة اللي كنت عاملاها معاكم. وطبعا كانت في الفريزر، وكان عندنا بواقي يعني اللبن في التلاجة برضك. ما شاء الله اهوت كنت غليه برضك يعني وكنت حاطاه في التلاجة، ما شاء الله عامل وش اهوت، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. تمام يا حبايبي. قلت بقى اعمل بيه النهارده صينيه مكرونه كده بالبشاميل، يعني عند ولادي بيحبوها شويه. فقلت اعمل بها الغدا النهارده من بواقي عندي يعني في التلاجة، والله يعني ما اشتريتش اي حاجه، كان كل حاجه عندي. تمام يا حبايبي. حتى اللبن قليل شويه. زودته شوربه، يعني كبشتين كده من الشوربه طبعا. فشوفوا والله انا يعني مش عارفه اصور خالص وملبوخه بقى، فسامحوني. بس يعني قلت انا هحاول يعني. تمام. وكده اهوت كنت حطيت اللبن اهوت على البوتاجاز غلي وعملت البشاميل بقى بالطريقه اللي انتوا عارفينها، اللي انا بعملها متعوده عليها. كان عندي كيس من البشاميل يعني ببقى اشتريه كده لو ما بحتاجه يعني. فكيته بكوبايه ميه، وحطيته على اللبن بتاعنا لما غلي اهوت على البوتاجاز بقى اهوت يا حبايبي، بنقلب فيه. وطبعا زي ما قلت لكم عشان اللبن كان قليل. زودت عليه كبشتين من الشرب. تمام يا حبايبي. وبسم الله ما شاء الله طلعت معانا حلوة قوي قوي، وكان البشاميل لافف وجميل. وطبعا لو عندك جبنة موتزاريلا حط له كده، بتبقى حلوة برضك، بيخليه متماسك وحلوة قوي قوي. وكده بعد ما البشاميل بتاعنا جوز اهوت، وكنت سلقت، كان عندي كيلو مكرونة برضك. بس يعني نقصت منه شوية طبعا عشان البشاميل بتاعنا مش كتير، يعني يعتبر كيلو الا ربع مكرونة. وكله الا ربع برضك من الحليب من اللبن. تمام. وخدنا برضك كبشتين كده من البشاميل بتاعنا على المكرونة كده عشان تبقى متماسكة معاكي يا حبيبتي، ما تحطها بقى في الفرن وتسويها. تبقى بعد ما تبرد كده بتبقى خليها متماسكة معاكي، تبقى حلوة. تمام يا حبايبي. وطبعا هنقلبها كويس. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وطبعا بقى اللي وصل معانا لحد دلوقتي يا حبايبي، يا ريت يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك، وتشجعوني كده بقى باللايك بتاعكم بقى، انني يعني صورت لكم لوحدي المرة دي. تمام. وربنا يوفقنا يا رب جميعا. شايفين والله انا ملبوخه خالص، مش عارفه حتى يعني اظبط الستاند. فسامحوني بقى على التصوير. إيه... زي ما انتوا شايفين كده اهوت، ما شاء الله يعني. بس في النهاية طلعت كويسة يعني الحمد لله. انا ما كنتش هنزل الفيديو بصراحة، بس يعني لقيتها يعني ما شاء الله المكرونة طالعة معانا جميلة. قلت بقى تشوفوني بقى وانا ما يعني محتاسة كده لوحدي. تمام. وكده بقى كانت اللبن، عفوا البشاميل بتاعنا جهز. والمكرونة اهو تشوفوا يعني دي من ورا الكاميرا عشان تعرفوا والله ان احنا بنتعب والله، وفي حاجات كتير يعني في التصوير ده يعني ما بننزلهاش. بس انا بقى يعني بصراحة انا لا بعرف امسح ولا بعرف احذف. انا صورته بطبيعته، جبت لكم الفيديو بطبيعته زي ما انا صورت. تمام يا حبايبي. فياريت بقى تشجعونا كده وتقولوا لي ايه رأيكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. واهم حاجة ما تنسونيش باللايك الجميل. فضلا منكم وليس امرا يا حبايبي طبعا. وكلمة حلوة منكم كده، كومنت حلو منكم يشجعنا طبعا ونخلينا نستمر معاكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وطبعا انتوا عارفين طبعا، انا عارفة ان انتوا كلكم شاطرين يا حبايبي، ويعني ما شاء الله عليكم، ربنا يبارك لكم يا رب. بس انا طبعا قلت
أشارككم الغدا بتاعنا النهارده وأوريكم بقى إن أنا يعني إيه على قد ما بعرف يعني في التصوير. تمام يا حبايبي. وكده اهوت بقى إيه كنا كده بقى بدأت أجهز الصينية بتاعتنا، اللي هنحط فيها اللي هنسوي فيها المكرونة. ونزلنا بقى بنص الكمية بتاعة المكرونة، وطبعا كنت سخنت اللحمة بقى، سبتها فكت لأن كانت في الفريزر، سبتها فكت وسخنتها بقى إيه. هي مش كتير قوي بس مشت يعني ماشي الحال يعني الحمد لله. فيعني ما تقفيش على حاجة طبعا، يعني أوقات الواحد بيبقى يحتار مثلا مع يعني طبعا يعني عايزة كل يوم أكلة شكل وكده، فما تحتاريش على حاجة ولا تقفي على حاجة، الموجود اعمليه. تمام. وكده هي كانت كنت بقى حطيت المكرونة كلها هي في الصينية، وهنزل بقى ايه ببقية البشاميل بتاعنا. طبعا انا بحب البشاميل يبقى على الوش كده بزيادة، بيبقى كتير كده بيخلي وش الصينية بتاعتك حلوة أوي وبتبقى جميلة. وعامة لما يكون البشاميل كتير في المكرونة بتبقى حلوة أوي أوي، بتبقى متماسكة وطعمها كريمي كده وجميل ما شاء الله. اللهم بارك. تمام يا حبايبي. وطبعا حابة أشكر حبايبي اللي معانا في الجروب، هم طبعا مشرفيني ومنوريني وعلى راسي من فوق ودايما يا رب في التقدم وفي النجاح يا رب دايما، وربنا يوفقنا جميعا يا رب اللهم امين. وهوت يا حبايبي كده بقى ايه حطيت البشاميل كله اهوت. وطبعا لتاني مرة بقول لكم سامحوني على التصوير، على قد ما بعرف يعني. تمام. وكده كده كانت بقى خلاص جهزت الصينية بتاعتنا. وطبعا كان برضك كان عندي يعني آخر شوية في الكيس كده عفوا من الجبنة الموتزاريلا برضك. يعني يعتبر كان كل حاجة بواقي كده، كان كل حاجة عندي بواقي، اللحمة بواقي واللبن بواقي والجبنة كانت برضك آخر حاجة عندي، كانوا حبة عندي كده في الكيس، قلت برضك أحطهم على وش الصينية. بتظبطها قوي بصراحة، بتديلها طعم جميل. ولو ما عندكيش طبعا يعني عادي مفيش مشكلة، حطي اعملي بطين، اضربي بطين وحطهم على وش الصينية، أو معلقتين قشطة من بواقي اللي بتقشطها من على وش اللبن. تمام. بوريكم الكيس اهوت، بقول لك دي آخر حاجة عندي يعني. تمام يا حبايبي. وكده بقى ايه كنت جهزت الصينية بتاعتنا ما شاء الله، وابدأ بقى احطها في الفرن طبعا اهوت ما شاء الله، هيت معاكم وهي في الفرن هيت شايفينها عاملة ازاي. طبعا كانت انا حاطة الورقة دي اللي هي ام اسلام، لان كانت الوسطانية احمرت الاول، فغطيتها كده بالورقة على اساس ان هي ما تتحرقش مني. على ما بقية الصينية تتحمر عشان يبقى كل الصينية متحمرة زي بعضها. وكانت ما شاء الله جميلة قوي، والبشاميل اللي فيها شايفين عامل ازاي من الوش، ازاي بيبقبق ازاي. كانت حلوة قوي قوي بصراحة. اللهم بارك. وطبعا حاجة بقى يعني طبعا احنا دايما بنحب نعمل الحاجة اللي مثلا اولادنا بيحبوها، هم طبعا بيحبوها، فانا دايما بحب اعملها لهم يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كده هي في الفرن ما شاء الله جميلة قوي، وحمرتها بقى ايه زي ما انتوا شايفينها ما شاء الله طلعت جميلة ايه رأيكم بقى؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. بصراحة كانت جميلة قوي وطعمها جميل. وزي ما بقولك ما تقفيش على حاجة يعني الموجود عندك اعمليه. وطبعا ربنا يرزق الجميع يا رب ويبارك فيكم يا رب وفي عمركم، ما تحرمش من وجودكم دايما معايا يا رب. وده الفيديو بتاعي معاكم النهاردة يا حبايبي.